انا بقول كفايه كنافه وقطايف لغايه كده، وتعالوا نعمل اسرع حاجه حلوه ممكن تاكلوها. بجد بجد هتنبهروا بالحلو ده. مش هتعرفوا هو كريم كراميل ولا تشيز كيك ولا سلطة فواكه ولا هو ايه بالظبط. هنحتاج كريم كراميل وبسكوت واي فاكهة عندنا. هكتب لكم كل المكونات تحت في الكابشن. هنجيب الكريم كراميل الجاهز، هناخد الكراميل ونحطه في القالب بتاعنا. عايزه اقول لكم مفيش اسرع من كده. هنحط الكريم كراميل الباودر بقى ونحط عليه الحليب بتاعنا، نقلب ونمشي على نفس الخطوات اللي موجوده ومكتوبه على العلبه بتاعه الكريم كراميل، ونقلب كويس لغايه ما خلاص يبدا ان هو قوامه هيتقل معايا. هجيب القالب بتاعي واحط فيه الفواكه. انا استخدمت هنا فراوله وكيوي، وحطيت البسكوت زي ما انتم شايفين كده. عملت طبقتين، وحتى لو البسكوت اتكسر معاكم مفيش مشكله، وممكن نعمله على قد كل فرد بالواحده، يعني هتبقى حلوه قوي. صبيت عليهم الكريم كراميل، ادخلهم التلاجة هيقعدوا حوالي ساعتين ويطلعوا بالمنظر الوهمي اللي انتم شايفينه ده. عايزه اقول لكم خطير. قبل بس ما تصبوا البودره بتاعت الكريم كراميل اللي احنا عملناها على النار، سيبوها تهدى 10 دقايق وبعدين صبوها عشان ما تخليش الفواكه بتاعتكم لونها يدبل. وبالهنا والشفا، مفيش اسهل من كده. جربوها وابعتولي. انا عملت الوصفه دي معاكم من سنتين وحبيت اشاركها تاني معاكم عشان تعملوها سواء في العيد او في رمضان. عايزه اقول لكم هتبهروا كل الناس، وكل الناس اللي هتدوقها هتعجبهم جدا. عاوز اشوف بقى تشجيعكم. باي.